ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم جهاد العمري في مباراة جديدة وكلام جديد. و انشيلوتي قديم عادي، مفيش اي مشكلة. المباراة السابعة اللي ما بين انشيلوتي والبايرن. الناس كانت متخيلة ان الماتش ده ممكن يبقى يعني ناحية مايلة اكتر للبايرن في الالينز بالذات. وفي الاخر انشيلوتي قال لك لا لا لا، انا مش هخسر من البايرن، فاهم؟ طول مسيرتي شكلها كده. بس ست مباريات قبل المباراة بتاعت امبارح. الريال مش الريال، سوري، انشيلوتي كسب 4 وتعادل 2. وفي الاخر دلوقتي بعد المباراه دي انشيلوتي كسب 4 وتعادل 3. مفيش اي مشكله خالص. انشيلوتي عادي، الفرقه كلها معظمها مش موجود، ما عندوش سترايكر. مفيش اي مشكله، عادي برضه بنجيب اجوان، فاهم؟ مهاجم وهمي عادي وفينيسيوس بيجي من الشمال وبيدخل في العمق، وفاهم. ورودري بيجي من اليمين للشمال ويدخل ياخد بينالتي من كيم من جاي، عادي برضه مفيش اي مشكله، عادي. كل ما فيش اي مشكله. انشيلوتي باك رايت بتاعك مصاب، عادي. لوكاس فاسكيز مفيش اي مشكله. الجون بتاعك الاولاني مصاب، واللي انت جبته اعاره مش مظبوط، خلاص لونن يجي يقف عادي جدا، مفيش اي مشكله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكوره دي؟ والله ايه اللي انت بتقدمه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا مش فاهم والله، قاعد بتفرج على الماتش. برضه توخل برضه يعني قرد، يعني فاهم هو بيعمل ايه يعني. برضه الراجل برضه ايه قال لك؟ الفكره بس مش فكره ان انت تكسب معركه خط النص بتاع ريال مدريد. لا، هو عارف ان انت عندك 3 محاور هو بيلعب عليهم قدام في هجمه مرتده. عادي جدا، كل هجمه مرتده تطلع بجون عادي، اذا كان لو كرة مع رودريجو، او اذا كان مع بيلينجهام، او اذا كان مع فينيسيوس جونيور. ايه طيب؟ بتلعب كيميتش باك رايت. عجبت لك يا زمن والله. بس هو بصراحه ولا كرة اتعملت من عليه يعني. يعني حتى الجون لو هتتكلم ان هي يعني نسبيا البينالتي، ان هو رودريجو جاي من على اليمين، من على الشمال سوري، من على ناحيه من على ناحيه كيميتش. لا برضو مش دي اللي تبقى هو السبب، فاهم؟ بس انا عندي سؤال تاني. هو انت ليه لعبت بكيميتش وما لعبتش بمزراوي يمين كالعاده، ولعبت بالفونسو ديفيز؟ يعني انت عندك اسرع باك ليفت في العالم، وواحد من احسن الباك ليفتات اللي في العالم، ما بتلعبوش؟ انا مش فاهم. تقريبا هو احسن باك ليفت في العالم دلوقتي، كاحسن كباك ليفت، باك ليفت يعني. يعني خلينا نخرج بس من فكره جافارديول بقى واكي والكلام ده، لان هو اصلا ما فيش باك ليفت في العالم غير تقريبا هو يعني. لو هنتكلم على احسن باك ليفت، هو الفونسو ديفيز بس. وعادي جدا ريال مدريد يقوم جايبه السنه الجايه، فاهم؟ وجايب امبابي ومعاه اندريك واردا جولر، فاهم؟ والفرقه كلها تبقى مظبوطه، ويجيب له كام واحد دفاع، قلب دفاع، وخلاص بقى عنده، فاهم؟ فرقه بدك، مفيش اي مشكله. بس انا ما فهمتش توخل اللي عمل كده. بس توخل من المدربين اللي بيعترف ان هو غلط، فاهم؟ يعني لما نزل جوريتسكا، حس ان الدفاع، حس ان خط النص، يعني لما ابتدى بجوريتسكا في اول الماتش، حس ان خط النص بتاعه واقع، وحس ان ريال مدريد عارف يمسك كوره لما بيكون عايز يمسك كوره، وبيبقى عارف يسلمك الكوره وما تعرفش تعمل بيها اي حاجه، عادي برضه. قام نزل جوريرو مكان جوريتسكا، قلب الماتش. الشوط الثاني اول ربع ساعه يعني فجاه حسينا ان البايرن بقى فريق تاني خالص كمان. وده ما تحسش ان هو بيلعب ريال مدريد، فاهم؟ آه، لا، لعب عليك ماتش محترم. مندي غلط في الجول الاولاني، هو وتوني كروس اللي هما الاثنين ما تفاعلوش مع بعض ان هم يقفلوا الزاويه خالص، او يقفلوا يعني التدخل بتاع سانيل اللي هو دخله ده. الكره اللي دخلها وحطها عادي جدا في الدقيقه، والكره صاروخ اصلا، ما حدش شافها اساسا في اي في الاعاده حتى. ايه ده؟ ايه ده يعني؟ إيه الجون ده اصلا؟ يعني جون من امتع الاجوان اللي الواحد يشوفها حقيقي. يعني جون كده بيفكرك بميسي، بغض النظر ان ميسي بيرقص له 2 3 كمان، وكان بيحطها في سقف الجون، او هو ممكن يحطها برضه عادي على الارض، فاهم؟ في الضيقه او في البعيده، وعادي مفيش مشكله. لا بس لا لا لا، جون ممتع، جون ممتع ممتع. وبصراحه برضه الجون الاولاني برضه بتاع فينيسيوس كان جون ممتع جدا جدا جدا. اقول لك على حاجه، نوير قفل الزاويه، عمل كل حاجه في الكوره دي. بس هي كوره ما تتصدش صراحه، كوره ما تتصدش خالص. آم، نفس الكلام في الجون الثالث.
اللي هو البينالتي بتاع، يعني الجون التاني بتاع البايرن. آه، بينالتي بينالتي فضيحه يعني. انا مش فاهم لوكاس فاسكيز دخل يعمل ايه؟ انت بتعمل ايه يا معلم؟ انت بتشوط ولاد في قصبة رجله؟ انت اكلك التورته والله. ايه ده؟ ايه ده؟ سيبك من دي. الكرة، البينالتي بتاعت الريال. البينالتي بتاعت الريال. ايه؟ ايه يا كيم من جوي الحلاوه دي؟ ما اظنش يعني خالص ان دي حاجه، ان ده غلط يتعمل من مدافع. انت ما كنتش عملت الغلطه دي، كان ريال مدريد قاعد يتشالب عشان يدور ان هو ازاي يتعادل. وما كانش ما اظنش بالمنظر ده ما كانش هيتعادل الصراحه. لان البايرن كان ظبط اموره يعني الصراحه الشوط الثاني. وفي الاخر عارف هو ازاي هيخرج، يعني ازاي يخرج من ماتش زي ده بالمكسب، فاهم؟ بس انت في الاخر ضيعت له كل اماله، وفي الاخر حققت امال ورجعت امال انشيلوتي تاني في ان هو ما يخسرش من البايرن. ومش عارف الصراحه. انا بالنسبه لي شايف طبعا ان سانتياغو برنابيو كده كده الماتش الاولاني ده خلص يعني. هو خلص بمعنى كل حاجه، بمعنى ان النتيجه بتاعته سلبيه بقى ايجابيه، اي تعادل كده كده ان شاء الله حتى لو خلص 10-10 في الاخر الماتش ده اتركن. والماتش ده مش هيبقى ليه اي 30 لازمه. لان طبعا خلاص اوروبا بقت ما بقتش ليها علاقه بالاجوان اللي ليك واللي عليك. انت جبت في ارضي وفي ارضك والجون باتنين والكلام ده. بس ففي الاخر دلوقتي انت بتلعب الماتش اللي جاي، اذا كان 90 دقيقه، اللي انا مش شايفها تبقى 90 دقيقه، اللي انا الصراحه شايفها 120 دقيقه وبنالتيات. آه انا مش عارف انشيلوتي هيعمل ايه، فاهم؟ بس انا شايف ان انشيلوتي هيلعب معاه نفس الماتش اللي لعبه مع السيتي، لان هي نفس الحاجه بالظبط بتتكرر للمره الثانيه. انشيلوتي بيدافع. اول ماتش انشيلوتي بيجرب كده الفرقه، بيشوف يلا احنا هنجيب كام جون كل واحد فينا، فاهم؟ الشوط الثاني، الماتش الثاني انشيلوتي بيدافع طول الماتش، يلعب على الهجمه المرتده اللي هو اصلا دي لعبته. تمام. لو عرف يستخلص كوره ولا حاجه يجيبها جون، تمام، هنفضل مقفلين. لو عرفنا نخطف ماتش على الواحد صفر الدنيا تمام. لو ما عرفناش نخطف ماتش على 1-0 وده بعد الشر دخلنا اكسترا تايم، مفيش اي مشكله ندخل الاكسترا تايم، ندخل بنالتيات. شوف بقى نعمل ايه في البنالتيات. انشيلوتي، انا مش عارف الراجل ده، العجوز ده اللي عنده بتاع 100 سنه ده، لغايه امتى هيفضل يعمل كده في كل المديرين الفنيين الكبار صحاب الفرق الكبار حقيقي يعني. ما اعرفش ازاي عمل كده مع الاقرع، اقسم بالله، وازاي عمل كده مع توخل امبارح. حقيقي انا مش عارف. انا فعلا مش عارف يعني. خلى توخل والله يشد في شعره امبارح. وجوارديولا شد في شعره عامه برضه، يعني عنده كام واحده كده تلاقيه كان بيشدهم. بس لو وصلت لغايه هنا، ما تنساش بقى تعمل ايه؟ لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس اللي تحت ده، حلو، عشان ما تتعبنيش معاك بقى بالله عليك والله. يلا، سلام.